لو تأملنا في جميع الأخبار والأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الكونية أو غيرها، لرأينا أمر الله فيها نافذ، وقدرته وسلطانه عليها واضح. ولكن أين نحن من هذه النذر التي تنذرنا، والموقظات التي تنبهنا من غفلتنا، والأحداث التي تدعونا إلى الاتعاظ والاعتبار بغيرنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة كوارث أحداث العالم. ننقل إليكم أحدث وأهم الكوارث الكونية. فإذا كنت مهتما بمثل هذه الأحداث، لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جميعا. هكذا إذن كما تشاهدون الآن، مدينة بوفالو التابعة لولاية نيويورك الأمريكية تحولت إلى مدينة أشباح. الحياة فيها توقفت تماما، كل شيء تجمد في مكانه. تسونامي ثلجي يحاصر المدينة من كل الجهات، ويحدث موجة برد شديد وينشر الصقيع في أمريكا، بعدما حطمت الحرارة أرقاما قياسية مع انخفاضها إلى 53 درجة تحت الصفر. نسأل الله السلامة والمعافاة. هذا وقد أكدت حاكمة ولاية نيويورك على أن العاصفة الثلجية التي تهب الآن على المدينة هي أزمة حقيقية ذات أبعاد مهولة، وهي أسوأ العواصف الثلجية على الإطلاق، مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها حوالي 1.5 متر أمام أبواب المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة. فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف الثلجية، في حين كما تشاهدون الآن أمامكم تظل مدينة بوفالو تعيش كارثة كبرى، وفق ما أفاد مسؤول كبير هذا اليوم. هكذا بدأت أصدق بأننا بالفعل نعيش أيام آخر الزمان، فكل الأوصاف التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم نهاية الزمان تكاد تنطبق حرفيا على ما يحدث الآن حولنا. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، وفي الختام لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أترككم مع هذه المشاهد.